كل ما أوصل للارتباط بتنتهي العلاقة وما عم تزبط معي. كتير بتتكرر هاي الحالة بالاستشارات، وكتير بتجيني بنات بتقلي شو بدك من الاستشارة، بتقلي إنه أنا برتبط مرة اثنين ثلاثة، بوصل ليوم أحيانا الزواج أو لتحديد الموعد فبتفشل القصة. 90% الاحتمال اللي بيطلع معنا بالنتيجة صحيح بعد الشغل إنه هي البنت تهرب من الزواج بطريقة أو بأخرى بيوم من الأيام بمكان وزمان معين، كانت صغيرة وعيانة أو مو وعيانة دمرت معنا الزواج. كتير ببساطة شافت مشهد للزواج سيء، شافت منظر أساء لأمها، أساء لخالتها، أساء لحدا بالزواج، فقررت بهداك اليوم إنه هي ما تتزوج. هي ما وعيانة لهذا القرار، بدليل إنه هي بتقلي والله بدي أتزوج، فقط وعي عدم وعيها بإنه أنا ما بدي أتزوج أخذته قرار لا وعي. شو المطلوب اليوم؟ المطلوب اليوم طلعوا على الوعي، إنه إيه أنا بعترف، وكتار اعترفوا إنه أنا ما بدي أتزوج لأنه صار كذا وكذا وكذا. كتير حلو بنكتب اليوم شو الأشياء السلبية اللي أنا شفتها وليش أنا دمرت هذا المعنى، بوضحه بحياتي وبكتب ليش أنا ممكن أرغب اليوم بالزواج، وعزز هذا المفهوم عندي وقرب منه، وإن شاء الله الأمور كلياتها رح تكون ظابطة، لأنه هي الفكرة كلياتها بمعتقد أنا عندي خاطئ عن المعنى اللي بدي أوصله.